Alphabet. تنقسم الحروف إلى vowel, consonant, حروف متحركة اسمها vowels ونرمز لها بالرمز V، وهم A E I O U. الحروف الساكنة هي consonants وبنرمز لها بالرمز C، وهي باقي كل الحروف. The syllables. مقاطع الكلمة. الكلمة في اللغة الإنجليزية بتتكون من مقطع أو 2 أو أكتر. كل مقطع لازم يحتوي على vowel. في كلمات بتتكون من مقطع واحد زي cat, bag, sing, go. في كلمات بتتكون من مقطعين زي window, player, winter, tablet. وكلمات بتكون أكتر من مقطعين زي beautiful, hospital. مهم جدا نفهم عدد مقاطع الكلمة، ده بيساعدنا لنطق صحيح وبيساعدنا في حفظ الكلمة والإملاء. Examples: hat, cat, hand, car. Repeat: doctor, mother, jacket, football. A. الحروف المتحركة دايما بتتغير في النطق. أول نطق هنتعلمه لحرف ال A زي ما بننطق في كلمة cat. لاحظ أماكن نطق حرف ال A بالشكل ده. حرف ال A في كلمة من مقطع واحد ومفيش في آخرها حرف ال E زي hat, stand, land. إذا كان حرف ال A موجود ما بين حرفين ساكنين زي كلمة tablet, saddle, battle. في بعض حالات حرف ال A في أول الكلمة زي كلمة apple, animal, accident. Repeat: Hat. Hand. Pat. Map. Bank. Camel. Crab. Rabbit. حرف ال A بينطق كأنه O في الحالات التالية: إذا كان بعده حرف ال U أو W أو double L. Repeat: or, autumn, automatic, daughter, crawl, draw, Call. Hall. شكرا ليكم. See you next time.